هعمل معاكم النهاردة واحدة من أبسط الوصفات اللي أنا بعملها لما أكون عايزة أعمل غدا من غير حر ولا فرهضة ولا واقفة في المطبخ كتير. وهيطلع معاكم طبق لازانيا من غير فرن ولا ترتيب طبقات. في 10 دقايق هتكون المكرونة جاهزة وكل الجمال اللي شايفينه ده في حلة واحدة على النار. أول خطوة كده هعصج اللحمة المفرومة بتاعتي شوية من الزيت على قطعة زبدة أو سمنة على حسب المتاح عندي، وهكون محضرة بصلتين حجمهم وسط وفرماهم فرم وسط. هاخد نص كمية البصل وابتدي اشوحهم كده لحد ما يبتدوا يدبلوا ويدخلوا في اللون الذهبي. هكون محضرة 350 جرام تقريبا من اللحمة المفرومة، تقدروا تضاعفوا الكميات أو تقللوها على حسب راحتكم طبعا. هنزل باللحمة المفرومة وابتدي أشوحها مع البصل، هفضل أقلب فيها كده كويس جدا لحد ما يتغير لونها بالشكل ده خالص، ما يبقاش فيها لحمة حمرا خالص. في الوقت ده هنزل بالملح والفلفل الأسود بتوعي، مش بحط غير ملح وفلفل بس، وهاخد اللحمة تقليبة كده مع البهارات، وبعدين أنزل بباقي كمية البصل. بالطريقة دي اللحمة مش بتفقد أي سوائل، وبالتالي مش هيكون فيها أي ريحة زفارة. دي أحلى لحمة مفرومة معصجة ممكن تدوقوها. هسيبها بقى تتعصق كويس وتدخل في السوا كويس جدا على ما احضر شويه بشاميل صغيرين كده. دي خطوه اختياري ممكن استغنى عنها وتبقى المكرونه باللحمه المفرومه بس. شويه زيت على شويه زبده، وهحط عليهم معلقتين من الدقيق. اول ما يبتدوا يتحمروا كده هنزل عليهم بنص لتر من الحليب. هم شويه بشاميل صغيرين خالص على قد الكميه اللي انا عاملاها، او حتى لو عامله كميه كبيره شويه البشاميل دول هيكفوا. وهبتدي اقلب كده وملح وفلفل اسود بس لحد ما القوام يربط معايا ويتقل ويبقى القوام بالشكل ده. انا عايزاه قوام انسيابي كده، مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. اللحمه المفرومه بتاعتي كانت خلاص استوت كويس، هنزل عليها بمعلقتين كبار من الصلصه وهقلبهم كويس جدا، اشوحهم مع بعض، وبعدين هبتدي اضيف ميه مغليه. كمية المية هتبقى على حسب كمية المكرونة اللي أنا هضيفها. أنا هستخدم المكرونة بتاعة اللازانيا اللي هي الشرايط العريضة دي، فهي ما بتاخدش وقت خالص في التسوية، واحسن حاجه ليها ان هي تكون لسه فيها القرشه بتاعتها كده، يعني مش مستويه كويس قوي. عشان كده ما نزودش في كميه الميه خالص. لو هنستخدم نوع مكرونه تانية نخلي الميه على قد المكرونه. هكسرها شرايح بالطريقه دي واضيفها واقلبها مع اللحمه المفرومه، واغطي عليهم يستووا مع بعض ويتسبكوا كويس جدا. مش بكتر المية علشان المكرونة تشرب ميتها كلها وتتسبك كويس جدا بالشكل ده. ملاقيش بقى ان فيه لسه مية كتير ومش عارفة اتصرف فيها عشان المكرونة ما تعجنش. بعد 5 دقايق بفتح عليها كده وابتدي اضيف جزء من البشاميل. يعني هرفع شوية من المكرونة كده واحط جزء من البشاميل هنا، وبعدين هرفع جزء تاني من اليمة التانية واحط جزء كمان من البشاميل، وهوزع شوية كمان على الوش بالطريقة دي. في الوقت ده لو انا حسيت ان الميه ساعتها قليله انا ممكن ازود ميه، انما ما ازودش ميه كتير من الاول خالص. واختياري بقى نضيف شويه جبن كده، اي نوع جبنه بنحبها نضيفها على الوش كده، وهغطي عليها تاني واسيب الجبن تسيح والمكرونه تستوي بالبشاميل اللي انا حطيته عليها وتتسبك اكتر واكتر. كل الأطعم كده تناغمت مع بعضها وكل حاجة شربت من بعض، ده غير الرصة الحلوة اللي احنا رصينها وطريقة التقديم الخطيرة. محدش يتخيل أبدا إن الأكلة دي كانت جاهزة في نفس الحلة بتاعتها وفي 10 دقايق تقريبا، وعملنا لهم أكلة يحبوها ويتبسطوا بيها وفي نفس الوقت بدون تعب ولا مجهود علينا. المكرونة كمان طريقة تقديمها في الطبق تفتح النفس. أنا كده خلصت المكرونة بتاعتي النهاردة خلاص، متأكدة من سهولتها وبساطتها وحلاوتها وقد إيه فتحت نفسكم عليها. هتقوموا تجربوها، وما تنسونيش من دعوة حلوة من قلبكم لو استفدتم مني. ألف هنا وعافية على قلبكم وقلب ولادكم مقدما، ومع ألف سلامة.